عمر يا شور، الرجاله دي عايزه تقول لك على حاجه. اسمع يا ابو ضفاير يا مصفوف، احنا بدراعنا مش ناس تبعنا، حقنا جبنا في الحكايات. اما انت يا ابني لما بتشوفني بتتحمى في قلبي وجردار. انا بحذر مش بهزر، العبد لله ملوش اخر، قادر ادمر قادر اعور، بس انت يالا مش مستاهل. اوحش اغنيه سمعتها في حياتي. يا جدعان القرف ده، يا جدعان القرف ده. السلام عليكم وبداية فيديو جديد. طب يا جدعان زي ما انتم شفتوا خالد الكابيتانو عمل ايه في خطوبة يوسف طازة. يا جدعان خالد الكابيتانو جاب منوم ليوسف طازة وجاب ميه بكلور وخلى العيال تحدف علينا كلور وهدومنا باظت. فطب يا جدعان عليا النعمة يا كابيتانو، احنا ما هنحلك على كل اللي انت عملته ده يا خالد يا كابيتانو. فلاش باك برضه للناس اللي ما شافتش الفيديو بتاعه. ومنون هنعمل بيهم ايه؟ هتعرفوا كل حاجه دلوقتي. دي النقطه مننا ليوسف طازة. افتح يا باشا عشان هو عليك. بصوا جايبين ايه؟ عليك بيت كولا. جوه في الفرح ناس نوتي جايبين له بيبس، واحنا ما ينفعش اخونا يوسف طازة يشرب حاجه مقاطعه، فقلنا نجيب له بيت كولا. بس كفايه ده كده، هينام يومين يا خالد، حرام عليك. خلاص يا خالد حرام عليك. يا هو يشربها يا العروس، اللي حظه بقى حلو هو اللي يشربها، يا انت يا العروس مش عارف. عشان ده فرح على خالد. كفايه يا خالد. طيب يا اسطى فوران، ده في فوران. ايوه يا اسطى اقفل بسرعه، اقفل بسرعه يا عمرو، اقفل بسرعه يا عمرو. رج يا باشا، رجه حلوه، رجه حلوه. واحده بس في وشنا. ايوه خليها كده. ايوه لا بس يا عمرو، بس يا عمرو. فلاشه فيها اغنيه، اللي هيكتب في الكومنتات ايه الاغنيه اللي جوه الفلاشه اللي هتشتغل في فرح يوسف طازة والشربيه يقول لي. تعالوا نخش ندير بتاع الدي جي قبل ما المعازيم يجوا عشان يشغلها. طبعا احنا جينا قبل المعازيم تيجي وكل حاجه تيجي عشان اخونا يوسف طازة بنحبه جدا، وعايزين بس اخونا دي اغنيه عاملها مفاجاه ليوسف طازة. استاذنك بس اول ما الفرح يبقى مولع نار شغلوا الاغنيه اللي على الفلاشه دي بالله عليك. احنا هنعمل لهم مفاجاه. اخويا يوسف طازة والشوارجيه انا بحبكم، واعمل لكم مفاجاه في الاغنيه هنا اسمعوها. اي الفرحه هتشوف القاعه الجامده بتاعت اخويا يوسف طازة. بص وانا وائل اول اتنين هنرقص في الفرح بتاعنا كده بقى. ممكن ما تشوفوناش في الفرح. عن زي ما انتم شفتوا كده جاب شويه حاجات وبهدلنا وعامل اغنيه اصلا ما تتسمعش. المفروض يا جدعان انا معايا الرجاله هنروح برضو نسمع الحته اللي عاملها من الاغنيه اللي نزلها، نسمعها مع الرجاله. تعالى معانا اول واحد عمريتو. ايوه تعالى يا اخواتي. تاني واحد الاستاذ خضر. اخواتي هتعمل ايه في الكابيتانو؟ يلا كابيتانو اذا جيت في النكش ما اقولكش، ابعتها استنى لي. اللي جاي ابعتها لي. معانا تالت واحد مصطفى موزة. اخواتي خلي الكابيتانو اخرك كده يا خليفه. انا جبت لك اللي هيحط عليه. لو انت تخين فالجيش هتخين. هتعمل ايه فيها دي؟ لو انت عندك كرش مصطفى موزة. معانا رابع واحد بيس خالد كابيتانو. انت رايح تعمل اغنيه على عمر شاور. يا جدعان لو الفيديو ده وصل 20,000 لايك احنا هنعمل اغنيه على خالد الكابيتانو، عشان انا كان من زمان نفسي اغني. هصير لكم الموهبه الفنيه بتاعتي. والله العظيم الفيديو ده لو وصل ل 20,000 لايك لا هنعمل لكم اقوى ديستراك على خالد الكابيتانو. تعالوا بقى كده، تعالوا يلا نسمع الاغنيه. لا يا عم ودني هتوجعني. هنسمعها بس عشان والله ما من حلاوتها. انا اصلا سمعتها كنت هرجع اصلا. ولا عمر يا شور، الرجاله دي عايزه تقول لك على حاجه. اسمع يا ابو ضفاير يا مصفوف، احنا بدراعنا مش ناس تبعنا، حقنا جبنا في الحكايات. اما انت يا ابني لما بتشوفني بتتحمى في قلبي وجردار. انا بحذر مش بهزر، العبد لله ملوش اخر، قادر ادمر قادر اعور، بس انت يالا مش مستاهل. يا جدعان القرف ده، يا جدعان القرف ده. عليا النعمه دي اوسخ واوحش اغنيه سمعتها في حياتي. انا سمعت اغاني كتير بس عمري ما شفت اغنيه وحشه قوي كده. والمصحف يا كابيتانو اللي جاي هيبقى سواد عليك، عشان اعرفك واندمك على اليوم اللي انت جيت فيه مع الشوارجيه. كابيتانو معروفه الشوارجيه خط احمر، خط كده احمر، وانت لعبت. وبقولها لك تاني يا خالد يا كابيتانو، احنا لسه شباب ومطرقعين، انما انت بص مش هقولها لك تاني لاني قلتها لك كتير وانت برضو ما حذرت. ايه ده يا ابني؟ تعالى الواد. ايه اللي حصل لك ده؟ هرجع عم كنت الاغنيه نفسي غمى عليا. شفت الاغنيه هتمرض الناس. بص الواد اللي حصل له. ولا خد ودي على المستشفى. يلا ده الصداع يا عم من القرف ده. كل ده من الاغنيه زي الزفت. ايه اللي حصل له ده من الاغنيه؟ انا مبسوط يا كابتن.
افرمه. يا اخي عن القرف ده. ايه عليا النعمه، انا عمري ما شفت اغنيه وحشه من الوحشه دي. يا كابتنو انت والقيصر وربنا لا ندمت. يا كابتنو الاغاني الصح اللي بتتعمل. انا هاكل القيصر واشرب ايوه كده ودي بتحلو. انا عارف ان انا عمو وربي لو ما حدش لمه بس هسيبه انا لاجل امه. يا كابتنو وربنا اللي جاي سواد عليك. ويا جدعان عايزكم تنتظروا هنفاجئك يا كابتن. نضارات ومسي على الناس يا نضارات. ايوه يا جدعان نضارات. اخواتي 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 اخواتي. يا جدعان نضاراته لسه صاحي من النوم ومعمص، فمش عايز ايه اللي هو يسهر في الفيديو. بس يا كابتنو خالد عمر نضاراته يا كابتنو هيوجه لك رساله من ورا الكاميرا. وجهها له. واشرب من دمه. طب يا جدعان اللي جاي سواد عليك ورب النار يا كابتن. والله وانت داخل الحمام هتخاف، وانت نايم هتخاف، وانت على السرير هتخاف. بص هنعمل لك حلو. وبقول لك ايه، هو بعدين بيقول ولا عمر الشوار ده عم اليوتيوب كله. بقول لك ايه يلا يا ياسر يلا يا نص. انا جبت لك نص زيك، بس النص ده غير اي نص. هتعمل فيه ايه يلا يا صعب عليك؟ سيب افرمه. يا صعب عليك. هتعمل فيه ايه تاني؟ وهو اصلا اخره سيب، هو اخره 6. مين اللي اخره 6؟ خالد الكابتن والقيصر. يعني يا كابتن مش انت المفروض ان انت عندنا في طنطا بقى. تعالى وكمل وسندل للاخر وقف معانا راجل لراجل. لا اول ما شعر قال لنا اطلعوا وراه خدت بعضك وفلقت في ما انت شفت كده. اول ما طلعنا جرينا وراهم خدت بعضك وجريت وبعد يعني وعشان بقى يعني ما نجريش وراه بالعربيه خرم من فرد الكاوتشات بتاع العربيه بتاعت شاور. عند يوسف طازه تعب وعمال يرجع. المفروض زي ده ما ينفعش فرحه. سيب الراجل يفرح يا جدع، ما ينفعش ان انت تعمل زي كده. على العموم خلي شكله قدام اهل العروسه واستكترت عليه فرحته. يا جدعان ممكن يعني بس عشان خاطر يوسف طازه وانت استكترت عليه فرحته احنا هنخليك بص معدوم الفرحه طول العمر. ممكن في حاجه زي كده، ممكن في حاجه زي كده يعني اهل العروسه ممكن يعني يتكلموا مع يوسف ياخدوا على رب تكون يا كابتن ورب تكون يا يوسف يا طازه. حقك هيجي تالت ومتلت. وانتظروا المفاجاه اللي هنعملها في الكابتنو يوم الاثنين الساعه 5. يوم الاثنين الساعة 5 على قناة بيسو توينز، قناتنا الكبيرة. يوم الاثنين الساعة 5 في مفاجأة الفيديو الجاي. وعلى قناة عمر شاور المفاجأة الكبيرة على قناة عمر شاور. وفي مفاجأة كده يوم الاثنين الساعة 5 على قناة بيسو توينز. وباي من غير سلام. وطبعا يا جدعان المفروض ان احنا جينا عند احسن وافخم محل مشويات، خالد للمشويات يا جدعان. ده رقم 1 في طنطا. الواد ده عمال يقول لي انا جعان، جه هو عمال يشم في ريحه الكفته اتسطل من الريحه. يا جدعان احلى وافخم اكل في طنطا، كفته كبده حواوشي سجق اي حاجه انتوا عايزينها للمشويات. عايز تيجي تشوي فرخه بتاعتك هنا بصوا ده رقم 1. وطبعا يا جدعان اخواتنا واقفين عمالين يتفرجوا. ايوه بيسو. طبعا يا جدعان معانا صاحب المطعم الاستاذ خالد اللي المحل مكتوب على اسمه. ويا جدعان الاكل هنا اسعاره حلوه ببلاش، هتيجي تاكل ببلاش. بص تعالى بس قول له انا من طرب بيس توينز وهيعمل معاك فوق الصح. بصوا يا جدعان هات الضرب بيوصل في بوركينا فاسو بيوصل. بص بيوصل في طنطا في اي حته في طنطا. بصوا يا جدعان ده بصوا. ويا جدعان برضه هسيب لكم رقم تليفونه هيظهر لكم على الشاشه اهو. بيكلموا بيوصل في طنطا، بيوصل بره طنطا، انجلترا، بص بيوصل في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه وبوركينا فاسو وايطاليا وليبيا. اي حته عايز يعني لو انت جعان وقاعد في بيتك كده انت العالمي. بص رقم 1 في طنطا خالد. 3 2 1 خالد المشويات نمبر 1. يا جدعان بصوا الاكل اسعاره والله العظيم. بصوا الاكل اسعاره جامده. تعالوا بس قولوا له انا مطرب بيسو توينز هيعمل معاكم نشم في ريحه الكفته. الوب يتستل. بصوا يعني الوب يتستل الكفته بتنزل. مش عارف اول سكندر وسكوب بايديه. بصوا يا جدعان الواد اتسطر. طب يا جدعان دلوقتي بقى هناكل والله العظيم يا جدعان هنقيم الاكل بامانه. انا جيت هنا بناء عن المحل ده عامل ضجه كبيره، قلنا ايه نيجي نقيم الاكل بنفسنا. وانا ما بعرفش اجامل في الاكل
لو الاكل وحش هقول لك قدام الناس الاكل وحش. ماشي دلوقتي واوقف لحد ما ايه ما الاكل يستوي. وطبعا يا جدعان المفروض ان احنا خدنا الاكل ومشينا عشان الدنيا اتلمت والشارع ازدحم والدنيا بقت موت، فجبنا الاكل عشان نعرف برضه نقيم ايه بصراحه وما نجاملش. بصوا يا جدعان المفروض ان بيجي معاك طلب. بصوا يا جدعان السلطه دي بقى بتبقى جامده، هو متميز بالسلطه دي. وهنا في ايه؟ طحينه وميه سلطه. وهنا يا جدعان في بصوا القطه شمت الريحه جايه. بصوا القطه من يعني القطه كانت جوه شمت جايه. بصوا ده الحواوشي وده الكفته. انا هبدا بالكفته عشان انا بحب الكفته. بصوا يا جدعان الكفته. بصوا يا جدعان هو حاططها لي ساده عشان يعني مش عليها سلطات عشان نعرف ندوق. بصوا المفروض ان احنا هندوق كده من غير اي حاجه. هناخد بقى حته طحينه. يا جدعان الاكل جامد. عايز حته خد. بصوا الاتنين جم. خد تعالى. دلوقتي هنخش على الحواوشي. بصوا يا جدعان الحواوشي الرغيف كبير يعني بصوا يشبع. النعم يا جدعان الاكل طعمه جامد يا جدعان. هسيب لكم رقم تليفونه وخشوا قولوا له بس من طرف بيسو توينز ويعمل معاكم الصح. اقسم بالله يا جدعان ما بجامله، الاكل طعمه جامد يا جدعان. انا يعني في الاكل بالذات ما بجاملش، انا ممكن اجامل في اي حاجه تانية انما الاكل ده بالذات لان انتوا اكيد فاهمين ان الاكل ما فيهوش مجامله.